هلا متابعين، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم زينين وبأحسن الاحوال. مشتاقة لكم هوايه. اليوم سويت لكم عصير رمان طبيعي، وبهالصيف الحر وانت طالعه برا للسوق وللدوام ترجعين للبيت، يعني هيك مفرفحه من الحار، فتشربين هالعصير الطيب ويسرسح على القلب، وعصير يخبل. تابعوا ويا الخطوات للاخير حتى تشوفين شلون فرطت وشلون فرته وشلون فرزته وشلون سويته عصير. هنا عندي كيلوين رمان، راح اقسمها بالنص، وشوفوا بهاي الطريقة افرطها. اخلي الرمانة على ايدي، البس شيس على مود ما كان عندي جفوف طبعا مخلصة، على مود شنو ايدك يعني لا تسود. فبهاي الطريقة تخليها ببطن ايدك وتدقين عليها لو بشفشير لو بشمشم، زين لحد ما باعوا اخر حباية تطلع من عندها. يعني بهاي الطريقة كلش سريعة وسهلة. الله يرحمها ما طريقة امي، هي هم اهل قبل كلهم هيك كانوا يسوون بهالطريقة، يفرطون رمان. هسه افرط الكمية كلها يا بنات، شوفوا بهاي الطريقة. واذا وصلتوا لهذا الحد من الفيديو صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. ويا بنات نريد من ايديناتكم الحلوة تحطوا لنا لايكات حلوة وتعليقات حلوة حتى يصعد مستوى الفيديو، مستوى القناة. هسه شوفوا افرط الكمية كلها يا بنات، واطلع القشور اللي صايرة بالرمان. اطلع القشور من الرمان حتى من اسوي عصير ليصير مرارة. هسه امسح الكاس الهنجانة لانه هواي دمرنا الدنيا بيها. شوفوا ما شاء الله الشكل الحلو يخبل، طبعا منظره شهي ولذيذ. هسه بعد ما اطلع القشور كلها يا بنات اجيب اكياس واعبيها بالكياس. هسه القشور بعد ما اذبها اخليها بصواني على مود يبسها، لان بيها هواية فوائد. بعدين فد يوم اشرح لكم على فوائد قشور الرمان. هسه اخليهن بالشمس، وبعدين اجيب اكياس. هنا عندي كل شيء بيه مثل السحاب، اخليه واطلع الهواء على مود يحافظ الرمان على شكله وعلى قوامه وعلى طعمه، بدون ما يعني يصير بيه اي شيء، حتى لو تفرزيه يعني 6 اشهر اكثر. زين هسه اجي اعبيهم كلهم واخليهم بالمجمدة يا بنات، وبعدين اقول لكم شلون هسه افرزهم، بعدين اقول لكم شلون نسوي عصير. افردها هيك يعني افرشها الأكياس بعد ما اطلع الهواء من عندها واخليها بالفريز. يا بنات بعد ما فرزت الرمان هسه طلعتها من المجمدة. شوفوا الحبايات واحدة واحدة متناثرة بدون ما لازقة واحدة باللخ. هسه افرغها بالخلاط واجيب عليه شوي من مي، تقريبا نص قلاص على مود الخلاط يمشي. وهنا غلطت غلطة يا بنات، ضفت الشكر تقريبا كاسة شكر، ضفته مفروض ما اضيفه هسه، بعدين اضربه بالخلاط صار ثقيل. طبعا لازم شكر ماكو، بعدين بالاخير نخليه شكر. هسه بعد ما اضربه بالخلاط يا بنات هسه شوفوا الشكل الحلو اللي صار عبالك، يعني تقولين ازبري. يعني شوفوا شكلها ايش قد حلو. باعوا يا بنات يعجبك هسه منا تشربين العصير، باعوا اللون يخبل لون رماني والطعم والقوام ثخين. هسه يا بنات اجيب مصفي واجيب معجانة على مود اصفي البثل مالته. طبعا ما ذب البثل من اول مره، لا يعني مرتين ثلاثه اني اعصره، يلا اخر شيء اذب البثل. هنا شوفوا يا بنات، شوفوا حتى قوام ال شو اسمه ثخين من وراء الشكر. اخر شيء ضيفوا شكر. هسه البثل اللي راح ارجعه للخلاط، ومرت له خدير عليه تقريبا نص قلاص مي حتى اضربه بالخلاط، وهمين يعني لين بيه بعد يعني بعد قوام ثخين. شوفوا يا بنات هسه اخر يعني مرتين ثلاثة تقريبا اني اضيف مي واضيف البثل على مود اظل يعني مرتين ثلاثة اني اعصر حتى احصل على هذا القوام الحلو والقوام زين. هسه شوفوا هذا القوام يا بنات، شوفوا ما شاء الله شكله ايش قد حلو وقوامه ايش قد حلو. باعوا حتى طعمه حلو. خليت بس كاسة شكر او قلاص شكر زين على هالكمية هاي كلها، واذا شفتوا حلو ضيفوا بعد مي. زين شوفوا هنا تقريبا اني ضفت بطلين من هذا بطل صغيروني، تقريبا بطلين ونص، وانتي بعد بكيفك تضيفين اكثر او اقل. هنا يا بنات حصلنا على هذا الشكل النهائي للعصير مالتنا، تقريبا 80% او 85% عصير طبيعي. خليت ثلج بالقلاصات ودرت عليه العصير. شوفوا من كمية من هالثلاث اكياس الصغار طلعت تقريبا ما شاء الله صراحية كاملة واربع قلاصات. هذا الشكل النهائي للعصير مالتنا يا بنات، ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم.
إذا عجبكم الفيديو خلوا لايك، وإذا ما عجبكم خلوا ديسلايك. وإذا أول مرة تشوفون قناتي اشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس على كلمة الكل حتى يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي، وشاركوا الفيديو ويا حبيباتكم وصديقاتكم وأهلكم حتى تعمل فائدة على الكل. أحبكم هواية وسهمكم العافية. إلى اللقاء في فيديو جديد. جربوا هذا النوع من العصير كلش طيب، وبخاصة بهالحر الصيف.